قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بأي وصفة انا بنزلها. النهاردة هعمل معاكم كيكة الحليب الساخن. عايزة اقول لكم دي احلى كيكة فانيليا انا عملتها، طريقتها مختلفة عن اي كيكة فانيليا انا جربتها قبل كده. عايزة اقول لكم حلوة جدا جدا، طعمها فوق طعمها حلو قوي قوي. ده غير سكرها معتدل، دي اكتر حاجة عجبتني. انتوا بتاكلوا كده، بتاكلوا ما بتشبعوش من كتر ما هي حلوة، مش مسكرة قوي، سكرها حلو كده خفيف ومعتدل. دي بقى للناس اللي بيحبوا الحاجة اللي سكرها خفيف هتعجبهم جدا. دي بقى الصبح كده جنب كوباية شاي تبقى حلوة قوي قوي. عايزة اقول لكم خفيفة قوي كده وانا باكلها حلوة جدا جدا. دي بقى لو عايزين تعملوا منها كمية وتحطوا في التلاجة وتطلعوا بقى كده تاكلوا منها، تبقى حلوة جدا. شايفين وانا بقطعها كده خفيفة قوي، والله بتدوب في البق كده من كتر ما هي حلوة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الكيكة ازاي. معايا في البولة اللي انا هشتغل فيها 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 3/4 الكوباية سكر، ربع كوباية من الزيت. هنجيب بقى المضرب اللي احنا هنقلب بيه ايا كان بقى. لو المضرب اليدوي ده انا هقلب بيه، لو عندكم مضرب كهربائي من غير اي تفكير طبعا استخدموه، هيوفر عليكم التعب والجهد. ما عندكوش بقى ده هيقضي الغرض. المهم هقلب لغايه ما يبقى الخليط بالقوام الحلو ده والسكر يدوب. معايا كوبايه دقيق هندخلها عشان لو في شوائب ولا تكتلات في الدقيق ما يبقوش موجودين. المهم هحط معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. وانا بقلب كده اكون حاطه على النار نص كوبايه من اللبن عليها 3 معالق زبده. اول ما يغلوا انزلهم على الخليط. ما تخافوش خالص من اللبن المغلي مع الزبده ده. المهم نزلتهم واقعد اقلب بالراحه كده لغايه ما يبقى الخليط معايا بالقوام القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام حلو قوي ازاي؟ هحط ربع معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فانيليا، وهقلب بقى بالمضرب كده لغايه ما لغايه ما المكونات كلها تختلط بقى مع بعضها ويبقى الخليط معايا بالقوام الحلو ده. هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها دي، صينيه مقاس 20. هحط فيها زيت وابدرها بالدقيق كده. وبعد كده هنزل فيها الخليط. هدي خبطتين كده عشان لو الخليط فيه هوا كده، عشان ما يعملش فراغات في الكيكه لما تطلع من الفرن. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة على فرن ساخن مسبقا، درجة حرارة 180 في رف أوسط. الفرن شغال من فوق وتحت. قعدت في الفرن بالظبط من 30 أو 35 دقيقة. المهم طلعت، اختبرتها بخلة أسنان، خلة الأسنان طلعت نظيفة، ده معناه إنها استوت. المهم شايفين لونها حلو اوي ازاي؟ حلوة جدا والله العظيم، طعمها حلو اوي. عايزه اقول لكم بقى على خطوات حصلت معايا كده بسيطه، انا غلطت فيها بس ومع ذلك كانت حلوه قوي. شايفين الجمال؟ بجد شايفين الجمال؟ شايفين حلوه قوي ازاي؟ وهشه كفايه ان كفايه لونها حلو قوي بصراحه. عايزه اقول لكم بقى على الغلطه اللي حصلت معايا. انا كنت بستخدم نوع دقيق للكيك، فغيرته بنوع دقيق تاني، استخدمت نوع دقيق جديد مختلف عن اللي انا كنت بستخدمه قبل كده. المهم نوع الدقيق اللي انا استخدمته المره دي في للكيكه دي كان اسمر، فطلع كان اسمر مش ابيض، فطلع الكيكه معايا باللون اللي انتوا شايفينه ده. ومع ذلك الكيكه كانت حلوه قوي، طعمها حلو جدا جدا. سكرها كان معتدل وحلوة قوي وخفيفة كده، بصوا ما تشبعوش منها خالص. المهم شايفين هشة وحلوة وطرية ازاي؟ حلوة قوي قوي ما شاء الله بجد. اتمنى من كل قلبي لو الوصفة دي فعلا عجبتكم تجربوها، عشان والله سهلة واقتصادية، ما بتاخدش اي وقت، كل مكوناتها يعني موجودة في كل بيت، مش حاجات صعبة قوي يعني. وحتى لو مش موجودة هتجيبوا المكونات من برا، مش غالية قوي يعني، حاجات بسيطة. المهم لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار بأي وصفة انا بنزلها، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.